الراجل خرج مع واحد البنت، واجهته، بقى يطلب ويبكي وطلب مني السماحه، وانا كنبغيه، سمحت ليه، ولكن داك الموضوع ما قدرتش ننساه. ديما كنفكر والوسواس قتلني والشك. نصحيني اختي، عافاك الله يسهل عليك. شوف اختي، اسمعي نقول لك واحد، نكون معاك صريحه. بصح كتفقدي الثقه في داك الراجل، كتولي راده معاه البال وعايشه الشك والوسواس. لا راه غادي، لا فين غادي، لا فين مشى، لا راه مشى عندها، لا دار هادشي عشتو وعارفاه. انا ما نعذركم، عارفه اللي كاين. ولكن انا اللي خدمت عليها واللي بغيتك توصلي ليها هي علاش كنركزوا على السلبيات. انت دابا ركزتي على راجلك خرج مع وحده، ولكن ما ركزتيش بالضبط على واحد النقطه ايجابيه اللي غنفكرك فيها، هي انه بقى يطلب ويبكي ويطلب السماحه وانا كنبغيه. شي حاجه اللي ايجابيه نركز عليها، ننسى خطا، كل ابن ادم خطأ. نركز الراجل اللي جا طلب مني السماحه، الاعتراف بالخطا فضيله. وانا بالنسبه لي الانسان اللي كيعترف بالخطا ديالو انسان صادق وصالح. من هذه النقطه الايجابيه غننطلق. صافي راجلي طلب مني السماحه، صافي ننسى الموضوع وما نعيش داك الوسواس القهر، ونقطع الصفحه ونبدا صفحه جديده مع راجلي، ونحل المشكل، نشوف المشكل فين كاين. وبالخصوص الا كنتي بصح انت كتبغي.